مبروك وفرت 50% واخترت ارخص عرض جالك من الايجنسي. احب اقول لك انك هتدفع الضعف قريب جدا. السعر الرخيص مش معناه حاجه حلوه، ده ممكن يكون معناه قله خبره، استسهال، وشغل قص ولزق، او حرق سعر علشان نشتغل. لكن لما تشتغل بالطريقه دي مع ايجنسي بتشتغل بالطريقه دي، هتلاقي ان انت شغلك موجود ضمن 500 عميل تاني علشان يقدر يكفي تكاليف. وصدقني هتضطر تدفع الفلوس دي تاني لحد يعمل لك الشغل بشكل سليم. وفي الحالة دي مش هتكون بس خسرت فلوس ودفعت الضعف اللي انت هتدفعه اكتر، انت كمان هتكون خسرت وقت، ممكن تكون خسرت سيزون، وهتتحمل تكاليف تصليح الاخطاء اللي اتعملت في الاول. يعني مثلا لو قلنا ان في براند ملابس في الاول استرخص في اللوجو والبراندنج بتاعه، وجاب حد عمل له اللوجو ب 1000 جنيه، هو مبسوط ووفر. وبعد سنه من الشغل وبعد ما بقى ليه اسمه او بدا يبقى ليه اسمه، اكتشف انه محتاج يغير اللوجو ده ويعمل ايدنتيتي وبراندنج بجد. في الحاله دي هو هيضطر يعيد كل حاجه تاني ب 50 ضعف اللي هو كان هيدفعه في الاول، لانه هيغير براندنج بالكامل من على الهدوم والليبل والمحلات لو فتح فروع، كل ده محتاج يغير. فالتوفير في التاسيس هو بدايه الخساره في التشغيل.